السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشوفكم طريقة عمل الدهين النجفية المضبوطة. كل من عندها طريقة خاصة بيها وتضيف نكهات خاصة بيها. إن شاء الله اليوم إحنا راح نشوفكم طريقتنا المضبوطة وناجحة وبنفس الوقت كلش طيبة. المواد المطلوبة هي كوب واحد من السكر، كوب واحد من الطحين، نصف كوب من الحليب السائل، ملعقتين من الدهن الحر السمنة البلدي نفسها، ملعقة واحدة من الدبس، إذا ماكو دبس تخلون عسل يصير عادي، ملعقة واحدة صغيرة من الهيل المطحون. هنا عندنا 3/4 كوب من الزيت النباتي، 3/4 كوب من الزيت النباتي، عندنا هنايا مبروش وعندنا هنايا جوز. خليكم ويانا شوفوا الطريقة الجاية. الطريقة الجاية هي حضرت القدر على النار على نار ناصية. هسه راح أضيف السكر وراح أضيف الحليب وراح أضيف الزيت أيضا. هنا ضفت الزيت. هسه راح أبدي أحرك بيهم، أريد كل المواد تتجانس. احنا قلنا راح نخليها على نار ناصية. راح أبقى أحرك فيها لحد ما يذوب السكر ويحمى عندنا الخليط شويونة مثل ما قاعد تشوفون بالفيديو. حمى عندنا الخليط، ضفت عليه ملعقة الدبس وراح ابدي احرك بيهم خاطر اريد بس يتجانسون كل المواد ويتغير لونها. هسه راح تشوفون. لونها صار بهذا الشكل. هسه راح اضيف هنايا الطحين، هو نفسه الدقيق. راح ابقى احرك بيهم جيدا واخليه يصير عندنا ملمس، يعني كل واحد ما يكون عندنا تكتلات من الطحين، وما اريده ابدا يفور او يغلي. بس راح اخليه اول ما تظهر عندك الفقاعات رأسا تطفين عليها، والخليط مالتها راح يكون مثل خليط الكيك، ما نريده ثخين، يكون الخليط مثل خليط الكيك. هنايا انا شلتها من النار، ضفت عليها الملعقة الصغيرة من الهيل خاطر تصير بيها نكهة كلش طيبة. هنا حضرت بايركس، يعني قابل بالفرن يعني ما ينكسر. دهنته بالسمنة البلدي، خليت تقريبا خاشوقة ونص تحت، وبعدين دهنته كله سويته ورشيت عليه مبروش، سويته كله غمرته بالمبروش. بعدين خليت عليه الجوز او عين الجمل يسموه، كل من حسب اختيار. أنا هنا دريتها وخليتها فوق المواد اللي ذكرتها قبل، عدلتها وساويتها وراح ارش عليها هسه مثل ما قاعد تشوفون بالفيديو مبروش، اعدلها من كل الجوانب. بس شوفوا انا هنا شنو راح اضيف واخليها كلش طيبه الدهينه. ليش قلنا لكم دهينه مضبوطه وكل وحده عندها طريقه خاصه بيها. انا هنا بقت تقريبا عندي نص ملعقه من الدهن الحر السمنه البلدي، وقسمتها بهذا الشكل وخليتها فوق المبروش خاطر يطلع شكلها كلش ذهبي، ولما نطلعيها ما يكون شكلها يابس، يكون شكلها بيها دهن. انا هنا حضرت الفرن خليته تقريبا على 200-250 فوق وجوا، والوقت اني خليته تقريبا ساعة ونص، كل من حسب فرنها، وكل من اذا كان فرنج غازي تخليها على درجة حرارة 100-110 او 120. هذا مثل ما ذكرت لكم اني طلعتها دا اشوفكم اياها. هنا جهزت عندي ورا الساعة ونص تقريبا. هذا طلع شكلها كلش ذهبي وما طلع شكلها من فوق يابس. هاي هنا جهزت عندنا بس، وحبيت بس اشوفكم شلون راح اقطعها. طبعا الدهينة ما تكون ابدا قاسية، الدهينة الاصلية والمضبوطة النجفية تكون طرية ولينة، ما تكون ابدا قوية. ليش هم اهل النجف يشتهرون بيها؟ ما تكون قوية، يكون ملمسها وقوامها يكون وسط. هسه راح نشوفكم احنا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. طبعا طالعة ريحة الهيل وريحة الدهن الحار مثل ما قاعد تشوفون.
خليناها بالصحن، احنا قدمناها بهذا الشكل، شوفوها. اتمنى تعجبكم ان شاء الله، جربوها. زورونا على قناتنا مطبخ رنا، بيجنا بيج اكلات عراقية منوعة، فيسبوك، ان جوجل بلاس. اتمنى تعجبكم، انتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم.